في ناس فاهمة إن التلامذة هم اللي بيمتحنوا بس. الفكرة دي مش صحيحة. في امتحانات للكبار زي ما في امتحانات للتلامذة. الحياة نفسها، تتابع الأيام ذاته في امتحانات. ربنا بيمتحن الناس بحاجات كتيرة، بيمتحنهم بالغنى والفقر. تلاقي في الدنيا واحد غني بس يمد ايده ويمسك حاجة ان شاء الله تكون تراب، تلاقي التراب يتحول لذهب. الناس بتسميه محظوظ، وهو بيفتكر نفسه شاطر، بيفتكر ان ذكائه وشطارته هم اللي جابوا له الفلوس. تلاقي في الدنيا واحد تاني فقير، بيشتغل على قد ما بيقدر واكتر ما بيقدر، بيشتغل لما بيبقى هيموت من التعب، يجري يمين ويروح شمال وبرضه فقير. الغني قوي ده ربنا بيمتحنه بالغنى، الفقير قوي ده ربنا بيمتحنه بالفقر. الامتحان هنا مش سؤال واحد بس، لا، اكتر من سؤال. ربنا بيشوف الغني هيشكر على النعمة ولا لا، ويشوف الفقير هيصبر على المحنة ولا لا. مش بس كده، امتحان الغني عادة اصعب من امتحان الفقير. ازاي؟ اقول لك ازاي. ربنا بيشوف الغني ده شاكر ولا مش شاكر، محسن ولا مش محسن، بيدي الفقير ولا ما بيديهوش. يعني الفقير مطلوب منه الصبر، الغني مطلوب منه الشكر والعطاء. مطلوب منه حاجتين مش حاجة واحدة. في ناس بيتهيأ لها ان الثراء والغنى واليسر بيجوا من شطارة الانسان وعلمه. قارون كان فاهم كده. قارون كان من اغنياء الارض الكبار قوي، يمكن ما حدش حصله في ثروته. قارون خد صفر في الامتحان. خد صفر ليه؟ لانه نسب الثروه لعلمه مش لكرم ربنا، ولانه ما كانش بيطلع منها حقوق الفقراء والمساكين. الفقراء ليهم حقوق عند الاغنياء، حقوق ربنا اللي رتبها وربنا اللي امر بيها. ده امتحان الاغنياء. ربنا بيمتحن الناس بالصحه والمرض، يشوف هيشكروا وهيصبروا ولا لا. ربنا بيمتحن الناس بالسلام والحروب، بالحياة الطبيعية والكوارث، يشوف هيشكروا في الحياة الطبيعية ولا لا، ويشوف هيصبروا في الكوارث ولا لا، ويشوف هيتعاونوا في الكوارث وفي غيرها ولا لا. مش كده ولا ايه؟